يسعد مساكم متابعيني، واهلا وسهلا بكم في قناتي قناة مطبخ غيداء. اليوم سوينا خبز الثوم بالبيت بطريقة جيدة وسهلة وبسيطة، ومن من الصابون الموجود بالبيت اللي بقى عندي سويته. شوفوا الطريقة وتابعوا متابعيني. هنا في بداية الفيديو راح تشوفون هذا الصابون الموجود عندنا، صابون الكهربائي العادي بقى عندي بالبيت وما حبوا ياكلون منه هواية، ففكرت اني اسويه بخبز الثوم. بداية اخذت هنا تقريبا قالب من الزبد الوسط يعني، واخذت كرفس ثرمته او المعدنوس، وكم حبة او كم فوص من الثوم. شوفوا الفيديو راح نبدي بالتفاصيل. ثرمت لنا البقدونس طبعا وحضرته او الكرفس، وايضا هرست الثوم الموجود عندي على الزبد اللي اني حضرته. راح نخلط جميع المواد وراح نضيف لها ملح وفلفل اسود شويه ونعناع يابس، وراح نبدي نشتغل بيها. متابعيني هنا أخذنا بدينا نعبي بطن الصمون اللي احنا سويناه بالحشوة اللي سويناها بالثوم والكرفس والزبد. وبعد ذلك بعد ما نكملها راح نشويها بالقلاية الهوائية أو بالفرن، بس انتبهوا على الفرن لأن الفرن صراحة يحرق، بس القلاية الهوائية لا زينة ممتازة تقدرون تراقبوها. الفرن نص الحرارة ما تعلموا ما يحترق. هنا بديت أخلي شوي زيت زيتون بالطاولة اللي راح أشوي بيها على مود ما تلتصق الصمونة، وراح أكمل الفيديو للأخير وراح أشوفكم النتيجة النهائية. متابعيني شوفي هنا سويناه بالقلاية الهوائية وما أخذ وقت من عندنا، يمكن كلها دقائق، لأنه ما شاء الله هو الصابون بسرعة يستوي. فانتبهوا على الفرن لأنه أنا يحترق عندي كم قطعة بالفرن، يعني تندمت إنه ما حطيتهم كلهم بالقلاية الهوائية. فيلا ألف صحة وهنا مع مطبخي مطبخ غيداء. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتحطوا لنا لايكات وتشتركون بالقناة.